السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوتي وأخواتي، وياكم مهند صالح وقصة جديدة. طبعا من القصص المؤثرة جدا اللي صاحبها من سولف لي إياها صراحة انقهرت عليه. شهد الله ورقيب، هذا الشاب ضحية أم وأب انفصلوا. أوكي، شايفين ذولي يتزوجون ويخلفون هواي بالبداية؟ هو هذا الولد من هاي النوعية، إنه أبوه وأمه خلفوا 4 يعني، ومن بعدها ما عجبتهم الحياة، عركة بين أمه وأبوه، انفصلوا، الأب راح بطريق والأم بطريق. هذا الولد هو بين أخوته أكبر منه، قالوا له أنت تقعد بالبيت وإحنا نشتغل كل شيء نسوي، أوكي، وأنت ظل قاعد لنا بالبيت كل شيء مريد منك. وافق هذا الشاب وقعدوا بالبيت وين؟ ويا البنات. كبروا وهذا الولد لا يخلونه لا يكمل دراسة ولا يطلع، وأصبح ضحية إخوانه. هنا ما انتهت القصة يا أخوان. بعد ما كبروا الولد كل واحد تزوج وكل واحد شاف طريقه، وهذا الشاب ظل تحت رعاية أمه. طبعا بالبيت صارت أحداث، من يعرف فيها بس هذا الولد. طبعا بعد ما كبر ووعى وفهم واستدرك الحياة، هذا الشاب متأخر، من صار عمره فوق 20 سنة. باوع لقى أمه وسبب طلاقها من أبوه هي أكو شغلات مو زينة أمه كانت تسويها. يريد يحكي لإخوانه مو يا طبعا، قالوا له احنا ما لنا علاقة بيك، ويجوز يدرون أصلا ومغلسين. طبعا أمه من نوع السحر والشعوذة والعياذ بالله وسوالف مو زينة. الولد قال أنا أريد أطلع من هالبؤرة هاي البؤرة الفازة، خليني أروح يم أبوي. راح يم أبوه، قعد فترة، أبوه متزوج زوجة وعنده أولاد. شنو أنت جايني هسه؟ روح أرجع لأمك. رجع لأم الولد. ذاك اليوم واحد من أخوته عرس، يعني كان خاطب وعرس والله موفقه. فيقول شفت لي وحدة، هاي الوحدة تصير أقارب العروس، ومن دخلت لنا للبيت فتعرفون هسه كل الناس أريد انترنت وأريد كذا. اجتني البنية قالت عندكم انترنت؟ قلت لها هي عندنا انترنت، ممكن تدخل الرمز؟ يقول الولد بديت أسألها، شفت هاي البنية أطباعها مختلفة عن هاي الناس اللي موجودين. المهم عجبنا الحديث وياها. يقول اتجرأت، قلت لها ممكن أخذ رقمك؟ قالت ليش وشنو؟ المهم بديت أبسمر. يقول هي ظلت يمنا يوم كامل هاي البنية عيني، ووراها راحت لأهلها. المهم أخذت رقم هاي البنية أنا وبديت أتواصل وياها. لقيت ونيس. هسه أنا ايش لقيت ونيس. يقول ظليت ويا هاي البنية، شفت أطباعها من أطباعي. إنسانة تدور على شخص يفهمها، تدور على شخص يحتويها، مثل ما أنا أدور على شخص يحتويني. يعني أنا قلت بلكي إنه هاي بنت الحلال، إنه أنا ممكن أقدم لها وأتزوجها لأن هاي البنية من أطباعي. قلت بلكي الله تصير القسمة. المهم حكيت ويا البنية، طلعت البنية إنه منفصلة، وسبب انفصالها إنه قالت إنه رجلي ما يفهمني، رجلي من عالم وأنا من عالم ثاني، ومن هالكلام هذا. قلت لها ما يخالف، أنا ممكن أستر عليك، وأنا رايدك عون وسند إلي، لأن لا أمي وقفت لي، لا أبوي وقف لي، ولا أخواني وقفوا لي، فأريدك عون وسند إلي. البنية وافقت. حاجيت أمي، حاجيت أبوي، بديت ألح، بديت بس أخوتي يتزوجون، أنا كبرت، أنا كذا. المهم قالوا ما يخالف نزوجك، خير إن شاء الله، بس اشتغل. يقول اشتغلت، دورت على شغل. قلت ما يخالف. يقول أنا بحياتي ما مشتغل، علموني هسه اشتغل. ليش أنت تتزوج؟ أنت أصرف على نفسك. قلت لهم ما يخالف. يقول ما خليت مكان ما رحت له على مود الشغل، لقيت الشغل ولله الحمد وبديت أشتغل ضفرني. وقلت لهم أنا هسه حاليا أقدر أتزوج، ما دام أقدر أصرف على زوجتي أنا هسه أريد أتزوج. قالوا ما يخالف نتقدم على البنية. تقدموا على مثل ما قلنا إحنا بالبداية إنه البنية منفصلة. أهلها قالوا ما يخالف إنه البنية تتزوج، ما عندها أولاد، ما عندها أولاد ولا عندها كل شيء، بها الخير. الولد بدأ يتواصل مع البنية، طلبوا يدها، خطبت البنية، كلها كم شهر، جابوا الذهب، ومن هالكلام هذا تزوج الولد.
تزوج الولد ويقول بعد فترة 14 يوم من زواجي. المرأة طلبت تليفون جديد، قالت أنا تليفوني جاي يعلق وتليفوني كذا. قلت لها ما يخالف، هاي قبل هاي لك، أنا أجيب لك تليفوني. يقول رحت وجبت لها تليفون، أخذته بالقسط، وأنا أوفي من يومياته. حلو الكلام هنا، حلو الكلام. يقول صاحبنا قلت لها اعطيني تليفونك. يقول أخذت التليفون مالته، ردت أنزل برامج إلها يعني حتى أدخل الحسابات مالتها. اعطتني جيميل عندها، هذا اللي يفتح سوق بلاي. يقول نزلت عندها يعني بالتليفون الجديد، فبقى التليفون الجديد هي شو مسويه؟ مسحت البرامج كلها من عنده. قلت لها ذاك اعطيني اياه وهذا اخذيه لك، ما بي شغلاتك. قالت لك شو ما عندي بي، خير ان شاء الله. يقول الولد يوم يومين ثلاثه فتحت هذا التليفون يعني سويت حساب مال فيسبوك. فشايفين انت اول ما يفتح مال الفيسبوك راح ينطيك اذا انت منزل بيه فيسبوك قديم، راح شي يقول لك تريد تنزل الحساب القديم اللي عندك او الجديد. انا ما عندي فيسبوك، وهي هم كانت تقول انا ما عندي كل برنامج، انا استخدم بس الواتساب. قلت يلا خلينا نشوف شنو هذا. فضول صار عنده. يقول انطيت على الجيميل اوكي، هل نسيت رمز المرور؟ انطيته نعم. يقول جاني وين؟ جاني بالجيميل. الناس اللي تفهم بالكلام اللي احكي راح يفهموني. اجتني رساله عن طريق الجيميل، اخذت الرقم نزلته، سويت باسورد جديد، دخلت. يقول وهنا الصدمه لقيت انه الفتره اللي تعرفت عليها بها يعني وفتره الخطوبه اللي مرت بيني وبينها كلها منشوره الواحد. راح تقولوا لي شلون؟ الولد يقول من فتحت الحساب الصدمه كانت هنا. دخلت لقيت الساعه اللي جبت بيها الذهب يعني هي حتى مصورين مقطع فيديو ودازتها العشيقه القديم. اوكي. يقول حتى صوتي طالع بالفيديو. اوكي. ان هم جاي يصورون انه شلون جايبين الذهب يعني، والولد يحكي ويقول لهم انا مقصر وانا كذا وهذا الذهب اللي جبناه انا وامي ومن هالكلام هذا. يقول الصدمه الاكبر لقيتها بغرفه نومي هم اخذ صور ودازتها لهذا الشخص. يقول هنا انا ما تحملت، رجعت البيت. يقول من الصدمه مالتي قلت له تعال هاي شنو؟ يقسم بالله الولد يقول بكي انا اسفه وانا اعتذر وانا كذا. قلت له اذا انت من وراء هاي الشغله طلقتي؟ لا والله. قلت له امشي اوديك لاهلك. يقول ما ردت اقول لاهلي حتى ما يصيرون شماته الي ويقولون انت اللي اختاريتها. وديتها لاهلها، طلعت لي امها قالت ها خاله ايش بيك وماكو شيء ان شاء الله، ليش البنيه تبكي؟ قلت لها خاله تخبرين حتى مقطع الفيديو اللي جايب لكم بيه الذهب هاي بنتك تصورته، هاي بنت بعد ما تصير مرة. هنا الام بدت تتوسع. يقول والله العظيم نزلت الرجل توسع. يما استر عليها، الله يستر عليك، خليها عاد شهرين يعني مو من اول شهر وتطلقها. قلت لها خاله هاي الخاطرك اني راح اسوي هذا الشيء، شهر ورا الشهر اني امشي باجراءات طلاق بنتك، لان بنتك بعد ما تصير لمرة. قالت ما يخالف خاله احنا راضين بهذا الشيء. يقسم بالله الولد يقول رجعتها للبيت. يقول من الضوجة اني ومحترق دمي قلت يلا خليني اطلع اسبح. نزعت ملابسي ودخلت للحمام. يقول ما احس الا صوت التفليش. شنو الموضوع؟ يقول طلعت من الحمام لقيتها طاحنه التليفون اللي بيه الدليل طحن. قال لي يلا هسه عندك دليل علي؟ روح ترد تقول له روح قل لهم، انت قل لهم وانا احكي. انها بعد ما عيرتها بهذا الشيء وقلت لها انت شلون تصاحبين علي؟ كان قال لي تعال شوف امك جاي تسوي. قلت لها جاي تسوي امي؟ قالت ها ما تعرف امك هيج امك هيج ام سحوره امك كذا امك كذا امك كذا. يقول بدأت تسطرن علي السطر. الولد يقول ما اقدر انكر هذا الشيء موجود صحيح. بدأت تعيرني بي من تعيرني بامي. يقول هنا بلعتها. يقول الظاهر
الظاهر طلع اكو اتفاق بينها وبين امي، اوكي، وكانت تسوق الام بصوره عامه، لذلك ان امي ما تدخلت ولا حكت، لان هاي البنيه كانت تجيب لها ناس يعني امي تسوي لهم سحر من الكلام هذا، يعني مشتغله ويا امي صايرات 2 على 1. يقول لكم كنا احكي ما حد يصدق بيها، لا اخوتي، واذا ابوي اروح له ابوي يقول لي انا ما لي علاقه بيكم، انا عرفتكم انتم صغار. الولد هنا مصدوم يقول انا الله ليش خلتني ويا هيك عائله، لا ام لا اخوان لا ابي حظ، يقول كلهم تساعدوا على دماري. ومن تيجي تحكي وياه وتسمعه انت عزيزي راح تسمع القصه هاي راح تنقهر عليه، راح تقول له صوتك ليش ما افتهلك، ليش ما يا اخي كسروا جنحانه. تعرف شنو كسروا جنحانه؟ وقعدوه بالبيت وخلوه ما يتواصل ويا العالم الخارجي، خلينا نقول عليه. من كبر يلا انت هسه اطلع توكل على الله. شوف بالبدايه كان اقعد بالبيت وقعد يم البنات، عيني لازم اكو رجال يبقى بالبيت، لازم كذا. ومن قعد بالبيت وشاف المصايب اللي تصير قدامه ما قدر يجرحها، ومن كبر ووعى وراد يحكي اشتغلنا بالسحوره. ومن قال انه هاي المرأة اللي اريد اتزوجها بلكي الله تطلعني من هالعالم هذا، اجى ولقاها اجلكم الله نفس عنده. ما اريد احكي غير حكايه. ذلك اكو ناس هواي مبتليه بعالمنا، وكل هاي ضحيتها ام واب مو زينين. ليش نحكي على الام والاب؟ ليش تخلفون؟ اذا انتم مو قد التربيه ليش تخلفون؟ إذا أنت رجلك مو زين، إذا هي مو زينة ليش تخلف منها هالقد؟ وهاي كانت قصتنا لهذا اليوم يا أخواني، وشوفوا معاناة الناس ايش قد، والله يساعد هذا الشاب على اللي جاي يصير به واللي راح يصير به. اللهم يحفظنا ويحفظكم ويحفظ محمد وآل محمد. تحية حب واحترام وتقدير لكم مني أنا مهنا الصالح، دمتم في رعاية الله وحفظه.